انت في حقيقة واحدة عنك لو حد عرفها حياتك هتنتهي تماما، وده يودينا للسؤال: هل الخوف والفضيحة ممكن يخلي اي انسان يعمل اي حاجة في الدنيا دي كلها علشان ما يتفضحش؟ احنا في جراج عربيات وبنلاقي ست بتحط حاجة ما نعرفش ايه هي، وبنلاقي خايفة ومتوترة. بعد كده بيتقلب المشهد لكيني شغال في مطعم، بنلاقيه شاب هادي شغوف لطيف وبيحب الاطفال، وبنفهم ده لما في بنت بتنسى اللعبة بتاعتها على الترابيزة فهو بيديها لها. بص وشه بيضحك لها ازاي، مبتسم بيكلمها عادي، مفيش اي مشكلة خالص. بيخلص شغله بيرجع للبيت، بيخش اوضته بيدور على اللابتوب، وبنكتشف هنا ان اخته خدت اللابتوب بتاعه، فبيروح ياخده منها وبيلاقي ان هي منزله برنامج مشبوه علشان تتفرج على افلام مجانا. فهنا هو بياخده منها وبعد كده يروح ينزل برنامج حمايه اسمه الشريف. لكن بعد ما بينزله الكاميرا بتبدا تتحرك كانها عيون بتراقبه. بعدها بنلاقي ان هو بيركب قفل في باب الاوضه بتاعته علشان اخته ما تاخدش اللاب بتاعه تاني، وهي بتيجي تقول له انت مجنون. تاني يوم الصبح بيروح الشغل، وبعد كده بنلاقي ان هو بيبتسم اول لما بيشوف رسومات طفل على الورق، ومديرته بتجيله وتقول له هو انت اللي رسمتهم ولا ايه، وبعد كده بتسيبه وتمشي. بعدها يرجع البيت وبنلاقي ان والدته رايحه ديت مع شخص ما، وبتساله هل الفستان حلو عليها، فهو بيهز لها راسه وبيقول لها ايوه. بعد كده هي بتقول له خلاص هو جه بره في لازانيا في الفريزر، وبتسيبه وتمشي. وبنلاقي ان هو بياكل وبيتابع حاجه على التلفزيون مع اخته، واخته بتكون بتشات مع حد على التليفون، فبيروح سايبها ويطلع اوضته ويقفل الباب. بعد كده يفتح اللابتوب ويشوف حاجات واحنا لحد دلوقتي ما نعرفش كانت ايه هي، ولكن بعد ما يخلص بيروح الحمام بيغسل ايده ويرجع الاوضه تاني، بيلاقي في ايميل جاله فبيفتحه بيلاقي مكتوب فيه احنا شفنا اللي انت عملته. ومن هنا بتتحول حياه كيني لسباق مع الزمن، تهديد مباشر بنشر الفيديوهات دي لامه واصحابه. ولكن الاغرب ان هو ما طلبش منه فلوس، طلب منه ان تليفونه يكون مشحون دايما وتوصل بالانترنت لحد لما يفعلوه. التفعيل هنا ان هو يعمل لهم الحاجات اللي بيطلبوها منه، وطبعا هو بينهار وبيترعب. طبعا انت ممكن تفتكر ان هما بيبتزوه بحاجه عاديه، صور فيديوهات حاجات من دي، ولكن هما بيبتزوه بحاجه اخطر من كده بكتير، اللي ولا انا ولا انت ممكن نتخيلها الا لما يحصل البلوت تويست في اخر الحلقه. تاني يوم كيني بيروح الشغل وهو خايف تايه مرعوب حرفيا، واول لما بيوصل بيجيله مسج منهم ان هو يطلع على لوكيشن معين، ولكن هو بيرد عليهم وبيقول لهم ان هو في الشغل دلوقتي ما ينفعش، فرد عليه قدامك 45 دقيقه وتوصل هناك والا هننشر كل حاجه. فهو لما بيشوف كده بيترعب، وهو خارج المديره بتاعته بتقول له انت رايح فين، فبيقول لها ان هو عنده وجع في المعده ولازم ان هو يمشي دلوقتي. بعد كده بياخد عجلته وبيمشي بسرعه لدرجه ان هو كان ممكن يعمل حادثه، وبيوصل المكان. بعد كده بيجيله شخص بيديله طرد، والراجل ده مش مع الهاكر ولا حاجه، ده زيه زي كيني بيتم ابتزازه وبينفذ الاوامر وخلاص. كيني بياخد الطرد وبيجيله رساله ان هيودي الطرد لغرفه رقم 121 في فندق ما، ويبعت له اللوكيشن. وهو في الطريق بيفتح الطرد يلاقيه كيكه ومكتوب عليها اي لاف يو، وبيوصل للمكان وبيخبط على باب الغرفه، لكن الراجل بيرفض ان هو يستلمه وبيقول انا ما طلبتش حاجه. كيني بيفتح التليفون وبيبلغ الهاكرز ان الراجل مش عايز يستلم الطرد، فبيرد عليه قول له ان مندي هي اللي بعتاني. فاول ما كيني يقول له مندي، الراجل بيفتح الباب على طول ويدخله ويساله انت تعرف مندي منين. فكيني يبدا يشرح ليه ويتهته كده في الكلام ويقول له ان في جماعه بيهددوه وهو بينفذ كلامهم بالحرف وما يقدرش ان هو يخالف الكلام ده. فالراجل بياخد التليفون ويتاكد بنفسه، وفجاه صوت تليفون الراجل بيرن وبيجيله رسائل، واول لما بيشوفها بيتصدم وبيدخل الحمام ويقفل على نفسه وينهار جوه. واول لما بيخرج بيحكي لكيني اللي حصل معاه، ان هو راجل 40 متزوج وعنده اطفال، بس دخل على موقع تعارف مشبوه وكان بيكلم بنت اسمها ميندي، ودخلوا في حاجات مش احسن حاجه. فالهاكرز معاهم الشات والصور، وهو اصلا كان في الغرفه دي مستني ميندي تجيله، ودلوقتي هما بيهددوه ان هما هيفضحوه لو ما نفذش الطلبات اللي هما هيطلبوها منه. وهو طبعا خايف لما مراته تعرف وتطلب الطلاق وتاخد منه العيال. بعد كده بتجيلهم رساله ان هما لازم يفضلوا مع بعض ويروحوا مكان معين ومعاهم الطرد، وان في عربيه في الجراج مستنياهم هياخدوها ويروحوا بيها للمكان ده. فهيكتور بيقول لكيني سوق انت، لان انا لسه شارب كحول وما اقدرش اسوق. فكيني بيرفض، واللي بيسوق في الاخر هو هيكتور. بعد كده يكتشفوا ان العربيه اصلا ما فيهاش بنزين، فبيضطروا ان هم يقفوا في بنزينه علشان يحطوا في بنزين. فهيكتور بيقول لكيني علشان نوفر في الوقت انا احط بنزين وانت روح ادفع. فكيني بيقول له انا معيش فلوس. فهيكتور يدي لكيني الكارت بتاعه ويقول له الباسورد 3109، ولما كيني يخش عشان يحاسب ينسى الباسورد اول مره، واللي اصلا الباسورد شبيه جدا بالرقم اللي هو يدفعه. يعني هو المفروض يدفع 31.89 سنت، والباسورد بتاع الكارت 3109، يعني فرق رقم واحد بس بينهم هو الاثنين، وبدل الصفر حط الثمانية، ولكنه بالرغم من كل ده نسيه. بعد كده يجرب تاني ويدخل الباسورد ويطلع صح. بعد كده يدفع وياخد الحاجة ويخرج، ويلاقي هيكتور بيتكلم مع ست واللي بتطلب منه ان هو يوصلها في طريقه، وفعلا بياخدها ويوصلها. ولكن بيجي لهم هما الاثنين مسجات تهديد بالفتح لو ما راحوش المكان خلال 20 دقيقة. هما بيكونوا متوترين لدرجة ان هيكتور بيمشي بأعلى سرعة علشان يوصلها بسرعة، وبعد كده يروحوا للطريق الصح. بعدها يوصلوا المكان، والمكان ده بيكون قدام بنك. بعد كده بيجي لهم مسج مكتوب فيها 5 دقايق عشان تقرروا.
مين السائق ومين السارق، فما يفهموش معنى الرساله، وتجيلهم رساله تانية وتقول لهم ابحث في الكعكه، ويبصوا ويلاقوا انه في مسدس وكاب ونضاره. بعد كده يحصل جدال بينهم هما الاثنين ويتخانقوا على مين اللي هيخش يسرق ومين اللي هيسوق. ولكن هنا احنا بنكتشف ان هيكتور الجبان بيقول انا اللي هسوق وانت اللي هتنزل تسرق، وكيني يعيط ويرفض وينهار، لكن هيكتور بيضغط عليه بالكلام. منظرك ايه قدام امك واصحابك لما يشوفوك كده على الفيسبوك والانستجرام؟ اصحابك في الشغل هيستهزئوا بيك، الموضوع مش هيبقى اسابيع، دي هتفضل وصمه عار عليك دايما. ويقول له في الاخر انا لو كنت مكانك كنت شنقت نفسي. بعد كده ياخد هيكتور الكاب ويلبسه لكيني ويديله المسدس ويقول له يلا هتقدر، فكيني يقول له لا مش هقدر، ويكمل اكيد ده حلم، مش حقيقي مش حقيقي مش حقيقي، ويفضل هيكتور ان هو يضغط عليه. في الاخر كيني ينهار ويقول له اخرس اخرس اخرس. ولو لاحظت دي اول كلمه من عنوان الحلقه shut up and dance، واللي مش معناها اسكت وارقص، بل معناها اسكت وقطع الاوامر، كانهم بيحركوك زي الدميه او انت لعبه في ايديهم. المهم ان كيني بعد الانهيار والعياط ده كله بينزل وبينفذ المهمه ويدخل البنك ويرفع المسدس ويطلب الفلوس. وبنلاحظ هنا حاجه يعني مثيره للشفقه تخلي كيني يصعب عليك حرفيا. بنلاقي كيني بيعمل حمام على نفسه من كتر الرعب، بعدها بياخد الفلوس ويخرج، وهو خارج المسدس تلاقيه كان هيقع منه اصلا. المخرج عايز يفهمك ان هو انسان غلبان ومسالم، وان الجرم اللي عمله ما يستاهلش ده كله يعني اللي احنا هنعرفه قدام. بعدها يخرج كيني وما يلاقيش هيكتور ولا العربيه، ويستنى وهو مرعوب حرفيا. بعد كده يجي له هيكتور ويقول له معلش كان في واحد ماسك التليفون انا كنت شاكك فيه فخفت فمشيت. وهنا بنشوف هيكتور جبان لدرجه ان هو شك في واحد بس فهرب، ولكنه من شويه كان عمال يحرض كيني ان هو يخش يسرق، وان الموضوع سهل ومش مستاهل كل الخوف ده. المهم ان هما بيركبوا مع بعض وبيجي لهم رساله ان هما يروحوا مكان معين، ولما بيروحوا مكان معين بيلاقوا الطريق مقفول وبيسمعوا صوت عربيه شرطه جايه، والاتنين بيترعبوا حرفيا لدرجه ان عربيه الشرطه بتعدي من قدامهم وهم بيقفوا مرعوبين متمسمرين مكانهم. بعد ما عربيه الشرطه تعدي يروحوا مكملين طريقهم للمكان اللي موجود في اللوكيشن، وهو لما بيوصلوا هناك بيجي لهم المسج بتقول ان هيكتور ياخد العربيه يتخلص منها، وكيني ياخد الفلوس ويروح لمكان تاني، وكل واحد يكون لوحده. وكيني يروح للمكان اللي جاله في اللوكيشن وبيتفاجئ ان في شخص هناك، والراجل ده جنبيه بوكس، والبوكس ده فيه طياره درون. والراجل قبل ما يعمل اي حاجه يقول له مطلوب مني ان انا طاير الدرون دي، والدرون بتطير وتبدا تصورهم. بعد كده بتجي لهم هما الاثنين مسج ويقول لهم ابداوا القتال، واللي هيكسب منكم هياخد الفلوس ويمشي. ولكن بنكتشف ان القتال ده مش قتال عادي، القتال ده لحد الموت. كيني اول لما بيعرف كده بينهار بيعيط، والراجل يحاول ان هو ينقض عليه. وبنلاقي كيني مره واحده يروح مطلع المسدس، ولكن بعد ما الراجل يبعد عنه يروح موجه المسدس لنفسه، ويكون بيحاول ان هو يقتل نفسه عشان يتخلص من العذاب اللي هو فيه. ولكن بيكتشف ان المسدس فاضي اصلا وما فيهوش طلق، هو سرق بنك بمسدس فاضي حرفيا. ولو مستغرب ازاي ده حصل، فالدول الاوروبيه فيها بروتوكول ان لو حصل سطو مسلح على البنك يدوا الفلوس للسارق والشرطه هي هتتعامل معاه، ولكن ما يحصلش مقاومه باي شكل. لذلك لما كيني سرق البنك ما حصلش اي مقاومه، بالعكس هي ادت له الفلوس وهو خدها وخرج. المهم بعد ما الراجل يكتشف ان المسدس اصلا ما فيهوش طلق ينقض على كيني، وبنلاحظ هنا ان المسدس وقع من كيني. بعد كده ما نعرفش ايه اللي حصل بينهم. بعد كده هيكتور بيوصل للبيت وبيدخل لاوضه بنته، وفجاه بتجيله مسج من الهاكر، والمسج دي بتكون عباره عن ترول فيس. بعدها بيخش على مراته وفجاه بيلاقيها بيتعيط وفاتحه اللابتوب وبتقول له مندي، وبنفهم ان المبتزين ما اكتفوش باللي عملوه، لا دول كمان فضحوهم ونشروا اسرارهم. وبنشوف الشخص التاني اهله بيكلموه بيقولوا له انت خلاص بقيت فاسد، وعلى تليفونه نفس الترول فيس. والكاميرا بتيجي على كيني وهو متلطخ بالدم وبيجر رجله في اشاره ان هو قتل الراجل يعني، وبيلاقي امه بتتصل بيه. وهنا الصدمه والبلوت تويست حرفيا. What did you do, Kenny? These are kids. You've been looking at kids. There's a video of you. You're doing like all of her friends have got it. Kenny. وبنفهم من المكالمة دي إن كيني ما كانش بيتفرج على حاجات عادية، بالعكس ده كان بيتفرج على حاجات ليها علاقة بالأطفال، إن هو بيدوفيلي يعني. وعشان كده لو لاحظت الثلاث مواقف اللي كان بيتكلم فيهم بس من غير تهتها هو مع أمه وأخته والطفلة اللي كانت ناسية اللعبة بتاعتها. وهنا أنت كمشاهد بيتحول مشهد التعاطف تجاه كيني لأنك ما بقتش متعاطف معاه، إن هو شخص حيوان حقير إزاي إن هو يتابع حاجات زي دي. وأعتقد إن أنت بقيت داعم للهاكر دلوقتي، وان هم المخلصين اللي بيفضحوا الاشخاص اللي زي دي. ولكن يوسفنا اقول لك انك برضه غلط، وعلشان تفهم انت ليه غلط تعالى نتكلم من البدايه خالص ونحلل كل حاجه واحده واحده. طوال ال50 دقيقه انت شايف كيني قدامك ولد مراهق خجول غلبان شغال في مطعم بيمسح ترابيزات بيترعش من الخوف كده، ولكن مجرد ان الهاكرز هددوه هيفضحوه علشان هو اتفرج على حاجات غير مناسبه، انت كبشري طبيعي بتفضل طول الحلقه متضامن معاه وبتدعي له من قلبك ان هو يهرب ويفلت من سرقه البنك وقتل الراجل، صح؟ اكيد.
ولكن في اخر 5 دقايق بتكتشف ان كيني ما كانش بيتفرج على حاجه عاديه، لا هو كان بيتفرج على حاجات ليها علاقه بالاطفال وانه بيدوفيلي. في اللحظه دي المخرج ادى قلم لكل واحد كان بيتفرج، وانك كنت بتشفق على شخص هو في الحقيقه من اقذر وابشع انواع البشر على الكوكب، ويخليك تقعد مع نفسك وتفكر انا ازاي كنت متضامن معاه من شويه. بس لو رجعت اتفرجت على الحلقه تاني هتكتشف ان المخرج رامي لك كام حاجه كده عشان يربط لك الخيوط ببعضها ويكشف لك الحقيقه من الاول. زي مثلا عقده التأتأة. طول الحلقه كيني بيتأتأ وبيتلعثم في الكلام مع اي حد، مديره المطعم هيكتور او الراجل اللي جاب له الطرد، ولكن الشخصيات الوحيده اللي قدر يتكلم معاها بثبات وسلاسه كانت هي امه واخته والبنت الصغيره في المطعم بس. والابتسامه الوحيده من كيني اللي كانت صادقه فعلا اللي ابتسمها للبنت لما كان بيديلها العربيه، والتركيز على كيني لما كان في المطعم وهو باصص للورق اللي الاطفال رسموا عليه بالوان الشمع وكان مرسوم عليها خنزير صغير، والخنزير ده اشاره لحلقه ذا ناشونال انثم لو انت اتفرجت على الحلقات القديمه. ونيجي لجزء اللابتوب. لما اخته خدت اللابتوب بتاعه مره واحده بس عشان تتفرج على فيلم، كيني جاب قفل حرفيا وقفل باب اوضته. وفي مشهد الايميل بيبان ان في واحد اسمه بي بيبيع لكيني كاميرات مستعمله، وده ان دل على حاجه واحده بس، ان كيني ما كانش هيفضل يتفرج وبس، لا ده كان هياخد خطوه بالكاميرات دي ان هو ينزل يصور بنفسه. وده كمان بيدل ان ادمان حاجه معينه بتوصل الدماغ لحاله ان خلاص ادمان الحاجه دي ما بقاش كفايه، انت عايز تطور وتزود وحاجه تديك جرعات اكبر. عشان كده هو كان عايز يشتري الكاميرا. ونيجي لبرنامج الحمايه من الفيروسات اللي اسمه شريف، والكلمه دي في الاولد انجلش معناها سماع اعتراف المذنب وتحديد العقاب او الكفاره ليه. والهاكرز مسميين البرنامج كده لان هم شايفين نفسهم قساوسه العصر الرقمي، بيعرفوا خطيئتك السريه بعدين يدوك مهام تعاقب بيها نفسك بنفسك. نيجي لرمزيه الترول فيس اللي كان الهاكر بيبعتوه بعد ما يخلصوا العمليه، والميم ده اترسم سنه 2008، واستخدامه هنا بيثبت ان الهاكر مش جهه عادله ولا مصلحين، بالعكس دول مجرد مجموعه مجهوله زي انونيمس بيمارسوا التلذذ والتسليه بتعذيب الاخرين ومقضيينها ترول وساديه تحت غطاء ان هم بيكشفوا الاسرار. نيجي لسؤال، هل الهاكرز فعلا هم الابطال؟ في ناس كتير بعد ما الحلقه خلصت قالت ان الهاكرز ابطال وجابوا حق الاطفال، ولكن الحقيقه ان الهاكرز دول مجرد مجرمين وحتى اسوأ من كيني نفسه، ولاسباب كتير. علشان الهاكرز يوصلوا لواحد زي كيني او الست اللي ظهرت في الاول اللي اسمها جورجينا اللي حطت المفتاح في العربيه وسربت ايميلات الشركه، اضطروا يخترقوا كاميرات والاف من تليفونات الناس ويتجسسوا على خصوصياتهم بدون وجه حق. الابتزاز والسرقه بالحاجات اللي كانوا ماسكينها على كيني اجبروه ان هو يروح يسرق بنك بمسدس حقيقي. اي نعم ان المسدس كان فاضي ولكن كيني ما كانش يعرف ده. وفي نفس الوقت عملوا حلبة موت بين كيني وراجل واقع في نفس الذنب وخلوهم يتقاتلوا لحد الموت، وكانوا بيصوروا المشهد ده بطياره درون. واللي اعتقد هنا ان الطياره دي مهمتها ان هي تصور اللي حصل بينهم ويبيع الفيديوهات دي على الدارك ويب. ولو تلاحظ ان الهاكر قرروا ان كيني والراجل اللي عامل نفس الذنب بتاعه هم اكتر 2 مذنبين، وده بيبان لما بيخليهم يتعاركوا هما الاتنين لحد الموت وبيصوروهم. والعقاب هنا ان في واحد منهم هيموت والتاني هيتسلم للشرطه وهيتسجن للابد بسبب الجريمه اللي عملها، جريمه قتل وجريمه البيدوفيليا. وده اللي بيحصل فعلا لما بنلاقي الشرطه جايه وبتقبض على كيني. ونيجي للسؤال الاهم واللي اعتقد ان انت مستني الفيديو للاخر عشان تعرف اجابته، ازاي كيني الرفيع الخجول قدر ان هو يكسب الراجل؟ وهنا انا شايف ان بالرغم من ان المسدس وقع من كيني لما الراجل انقض عليه، الا ان كيني قدر ان هو ياخد المسدس تاني ويستخدمه كاداه غير حاده ان هو يضرب الراجل في اماكن حساسه من دماغه مثلا عشان يفقده الوعي، ويقدر ان هو يتخلص منه. طبعا الحلقه بتنبهنا عن حاجات كتير، ان احنا نبعد عن ادمان الحاجات المنافيه للفطره، وان احنا ما نخشش مواقع مشبوهه لاي سبب من كان حتى لو كان مكتوب عليها ان هي مجانيه وبجوده عاليه، وانك تاخد اجراءات احترازيه ضد الهاكرز. وفي النهايه الحلقه دي ما كانتش بس بتتكلم عن الجريمه هي حلوه ولا وحشه، لا الحلقه دي سالتنا سؤال مرعب، لاي درجه احنا مستعدين نسيب التكنولوجيا والهاكر ينتهكوا خصوصيه المجتمع كله بحجه ان هم بيصطادوا المجرم؟ والسؤال التاني، ان هل العقاب الرقمي لما بيزيد عن حده بيبقى نفسه هو الجريمه العظمى؟ ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات، هل انتوا شايفين ان الهاكر كان ابطال ولا مجرمين زيهم زي كيني؟ وطبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وكل الحاجات الجميله دي. وبس كده، سلام. خوارزميات يوتيوب بتقولك الفيديوهات دي هتعجبك.